من النهارده مش هاخليكِ تشتري العيش الكايزر من برّه تاني، هنعمله مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادي جدًا، ونتيجته زي ما أنتِ شايفة، حلو خالص وما خدش معانا وقت. أنتِ لو عندِك 4 كوبايات دقيق هتعملي الكمية الحلوة دي كلها، كمان هنضيف ليه حاجات يبقى مغذي لأولادنا. طبعًا حاجة البيت كلنا عارفين عاملينها إزاي وبإيدينا، يالّا مع بعض نشوف عملنا إزاي. وأول حاجة نجهزها مع بعض وهي الخميرة، هنعمل لها اختبار، أنتِ لو واثقة منها حطيها على الدقيق على طول، بس كمان الخطوة دي بتسرّع عملية التخمير، نُص كوباية مَيّة دافية ومعلقة سكر ومعلقة خميرة ونغطيها ونحطها في مكان دافي لحد ما تتفاعل، تمام، الخطوة دي برضه قُلنا بتساعد على تخمير العجين بسرعة. إيه بقى الخطوة التانية؟ هنجيب البولة بتاعتنا وهنكون مجهزين 4 كوبايات دقيق اللي هو الكوبايات اللي هي المَج العادية بتاعتنا. منخولين مرّة و2 وبيكون دقيق لجميع الأغراض، وأبدأ أنزل عليه بمعلقة لبن بودر كبيرة ورشة ملح و4 معالق زيت، عندنا لمّا حطينا لبن بودر إحنا بنزوّد القيمة الغذائية في الكايزر لأولادنا، ممكن نستغنى عن اللبن بودر خالص ونعجن بمَيّة ولبن أو بمَيّة بس، قلبنا كلّه مع بعضه، هنا بقى لازم أهم خطوة أنزل بالخميرة بتاعتي، بُصّوا قد إيه تفاعلت يعني ناجحة. ما انزلش أعجن الدقيق بمَيّة وأرجع أضيف الخميرة، كده ممكن إن أنا مش محتاجة مَيّة الخميرة، لأ الأساسي عندي هي الخميرة، نزلت بالخميرة بتاعتي وبدأت ألِم العجين ومعايا مَج مَيّة دافي أدّي له بقى شوية في شوية كده لحد ما ألِم العجينة بتاعتي، هي عجينة الكايزر أو الفينو بتكون لزجة شوية يعني طرية شوية، أبدأ أدّي بقى الدقيق المَيّة بتاعتي شِكشاك في شِكشاك يعني حبّة في حبّة، علشان ما تزيدش معايا المَيّة. ولو زادت معاكِ ادّيها دقيق ما فيش مشكلة، بس يعني تبُّليه، إحنا ماشيين خطوة، خطوة. هنا قبل بقى ما ألِم العجينة عشان ما ازوّدش مَيّة تاني، حطيت لها مكعب زبدة، إحنا قُلنا بنزوّد القيمة الغذائية للكايزر لولادنا، صح؟ شايفين بعد ما عجناه كذا مرّة حوالي مثلًا من 5، 7 دقايق، نعمت معايا وكمان لمّيت البولة خالص. هابدأ بقى كده أدهن البولة زيت وأحط عجينتي، عايزة بس أوريكم إحنا ما خدناش المَج كُلّه، بقى حوالي ربع المَج مَيّة. ودهنت وش العجين وأبدأ أغطيه بستريتش، دهنت وشه عشان لمّا يخمر ما يلزقش معايا في الستريتش، وأسيبها تخمر براحتها تمام، وبعد ما خمرت ده شكلها، بصوا اتضاعف حجمها إزاي، عجينة ناجحة 100%. طبعًا بعد انتظار خمران نُص ساعة أبدأ أعمل الخطوة اللي بتغيظ الكل، إن أنا أطلّع الهوا منها، بس مش طالع الهوا كله، لأ أنا هابطّطها عشان أعرف أمسكها وأقطّعها. هنجيب مفرش الخبز بتاعنا ونبدأ ننزل بالعجينة، أنا مش هاعجن فيها تاني، لأ أنا عايزاها تكون فيها هوا عشان يكون معايا الكايزر هش من جوه، أقسمها كده نصين وأبدأ ألفها رول كده وأبدأ أقطّع الكايزر حسب الحجم اللي أنتِ عايزاه، في ناس بيحبوه جامبو، في ناس بيحبوه وسط زي ما أنا هاعمله النهارده، وفي ناس يحبوه ميني صغير جدًا، زي ما أنتم عايزين، لو جامبو هادّيكِ عدد قليل، وسط هادّيكِ الكمية زي ما أنا عملتها. وكمان ميني هاديكِ كمية كبيرة، أبدأ آخد بقى كل كورة وأعديها وألمّها في بعضها كده وألفّها زي سُرّة كده، ولو في زوايد أنا عايزة كله قد بعضه، أشيله ما فيش أي مشكلة، وأبدأ أرص الكور بتاعتنا، أنا مش هاسيبه على مفرش العجين يخمر لأ، أنا هاكون جهّزت صاج الخبز بتاعنا وأدهنه زيت خفيف وأبدأ أنزل بالكايزر بين الواحدة والتانية في فراغ عشان لمّا يخمر ما يلزقش في بعضه، وأغطيه وأسيبه لحد ما يخمر. وبعد ما خمر ده شكله، شايفين؟ في المرحلة دي كنت ولّعت الفرن على درجة حرارة 200 أجهّزها للقيصر، أمّا أدخّله الفرن هيدهن وشه بعبارة عن إيه، 4 معالق لبن، رشة سكر، رشة قهوة سريعة الذوبان، مش حابة تعمليه بلبن وقهوة ممكن مَيّة ورشة سكر عادي، كمان ممكن صفار بيضا، فانيليا ما فيش مشكلة، وممكن تسيبيه كده خالص ويخش يطلع معاكِ زي الفل زي الأفران برّه. أنا حابة برضه أزوّد القيمة الغذائية، اللبن برضه على الوش، كمان عشان يمسك مع حبة البركة والسمسم اللي أنا هارُشّهم عليه، وأنتِ بتدهني كده بالفرشة ما تضغطيش على الكايزر عشان ما تطلّعيش الهوا اللي فيه، خلّي إيدِك كده خفيفة من على الوش خالص، وبعد ما دهنته هابدأ أدّي له حبة البركة وسمسم، عايزين تدخّلوه كده عادي ما فيش أي مشكلة سادة، كده خلاص جاهز معانا، كده أرُش وشه بالسمسم وحبة بركة، يدخل الفرن من 5 ل7 دقايق
على درجة حرارة عالية 200، لو أقل من 200 العجين بينشف معانا، لازم يكون الخبز على نار عالية. حاجة كده بجد تستاهل التجربة، انتِ ممكن تعملي كمية وتحطيه في الفريزر وهينفعك طول أسبوع الدراسة. وبكده هندخله الفرن ولما يطلع هاوريه لكم. وهنا أنا معطوش الشواية، هو أخد لون لوحده. وهنا لازم بسرعة أدّي له رشة مَيّة بالبخاخة، أيوه دي مخصصة للعجين، وأغطّيه لمدة 5 دقايق كمان ويطلع معاكِ بالجمال ده. بُصّوا جميل سفنجة، خطير، خطير وكبير وما خدش معايا وقت وريحته خطيرة يا جماعة، بجد جرّبوه. وكمان جرّبوا في كمية قليلة، إن شاء الله كوبايتين دقيق وهيعجبكم جدًا. وتعملوا كمية تحطوها في الفريزر ينفع معاكم من المدارس، مكان ما تشتروا من برّه الكايزر واحدة ب3 جنيه ب4 جنيه ومش حلوة خالص وبتنشف بسرعة. إيه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يستاهل التجربة؟ شايفين؟ يالّا بقى دعمونا بلايك وكومنت تشجيعي، كمان لو مش متابعيننا تابعونا وشيّروا الفيديو عشان الكل يعمل ويستفيد، ونخليكِ سوبر ماما موفّرة ومدبّرة واقتصادية، ونعمل حاجة حلوة لولادنا وبقيمة غذائية عالية، ما تخلّيش حد يضحك عليكم، اعملوا كل حاجة في البيت، الخبز في البيت كُلّه خير. بألف هنا عليكم، مع تحياتي ميري أنور، وعليكم السلام.